قلنا اللي قراو مذكرات مؤرخ المملكة عبد الوهاب بن منصور اللي تنشرت سنة 1970، ولكن بلا شك أن اللي قراوها فهموها من بعد. جزئيات وتفاصيل خطيرة للغاية بانت، كلها كتثبت نوعية التفكير اللي كان عند أوفقير فاش كان شاب ما كانش عنده تكوين اجتماعي، وحتى المدرسة اللي تخرج منها كانت المدرسة العسكرية والسياسية ديال فرنسا اللي نفات ملك البلاد وأفراد عائلته، ماشي المدرسة الوطنية المعادية والمناهضة للاستعمار. المدرسة الوطنية اللي اعطات رجال الحركة الوطنية المغربية، وكان المهدي بن بركة واحد من الزعماء ديالها. الملك الراحل الحسن الثاني كان هضر على أوفقير، ولكن من بعد جوج محاولات انقلاب الصخيرات في 1971 ومحاولة انقلاب الطائرة البوينغ الملكية سنة 1972. قال الحسن الثاني على أوفقير أن باه هو اللي سلم عبد الكريم الخطابي للفرنسيس، وجدو كان خدام مع الروقي واحد من المتمردين ضد العرش سنة 1907. كانت كلها عائلة الخيانة أبا عن جد. وزاد الملك الحسن الثاني في واحدة من الندوات الصحفية اللي دارها نهار 21 غشت 1972 من بعد محاولة انقلاب الطائرة البوينغ الملكية اللي كانت جاية من فرنسا عبر الأجواء الإسبانية. قال ما تنساوش أن أوفقير كبر وتربى في الإقامة العامة الفرنسية، كان مرافق عسكري للجنرال دوفال، ومن بعد خدم مع بوايدو لاتوغ. عاش مرحلة من تاريخنا، شاف مراحل المشروعية والشرعية، مجلس الشعب، مجلس الثلاثة، وعرف مزيان في ذاك الوقت أن المواطن المغربي ما كيقبلش بزاف ديال الحوايج، ولأنه عرف أنه ما يمكنش ليه يخرج على إطار الشرعية. كان اختفائي ضروري بالنسبة ليه، كيقول الحسن الثاني، باش يقدر يجيب ولي العهد من إفران ويتوجه. وهذه نسخة مكررة للأحداث بن عرفة السلطان اللي نسبوه الفرنسيس من بعد ما نفاو الملك الشرعي. وتقدروا تسولوا بزاف ديال الناس لحقاش أوفقير كانت عنده يد في جميع هاد القضايا، كيقول الحسن الثاني، خصوصا وأنه هو اللي مشى كيقلب على بن عرفة باش يوصلوا بالطيارة. داكشي علاش كنقول أنه تربية الإقامة العامة الفرنسية. أكبر القضايا بلا شك كانت هي قضية اختطاف المهدي بن بركة. اختطاف المهدي بن بركة ماشي وفاء من أوفقير للعرش ولا خوفا على الملكية وحفاظا عليها من خطر المهدي بن بركة، ولكن باش يكمل المهمة اللي تعطات ليه من نهار خشاوه الفرنسيس في الدولة المغربية المستقلة، باش ينفذ مخطط الرافضين لاستقلال المغرب. وفي هذه النقطة بالذات كيتلاقى أوفقير مع الإمبريالية العالمية في ذاك الوقت ومع أجهزة المخابرات العالمية. من بعد تصفية المهدي بن بركة بغى أوفقير يصفيها للعقيد معمر القذافي الرئيس الليبي السابق. وما يمكنش نقولوا أن القذافي كان واحد من رجالات المعارضة المغربية، ولكن أوفقير هدر مع الحسن الثاني على خطة اغتيال العقيد معمر القذافي في نفس الندوة ديال نهار 21 غشت 1972. قال الحسن الثاني هاد الشيء تصادف مع الجولة اللي درتها للجنوب، وكنت ديك الساعة في أكادير. وقال لي الجنرال أوفقير أن الرئيس القذافي غادي يمشي لنواكشوط عاصمة موريتانيا، فشنو رأيكم نصيفطوا طيارة من نوع F5 باش تربو في عرض الصحراء وترجع؟ إلا أنا قدرت نعرف برنامج الرحلة ديال الطياري ديالو. طبعا كيحكي الحسن الثاني، وكان الجواب ديالي هو واش هبلتي، واش خرج لك العقل؟
كاين جوج حوايج ماشي معقول. نفرضوا اننا عرفنا برنامج رحله الطياره والطريق ديالها واننا ضربناها. واش فكرتي في التحقيقات اللي غتطرا من بعد؟ غادي نلقاو اثار القذائف ديال الروكيت اللي تلقاتها طيارات الاف 5. وهذا النوع من الطيارات ما كاينش عند شي دوله في هذه المنطقه باستثناء المغرب. واش كتصور الصداع اللي غينوض على الصعيد الدولي؟ غادي نقولوا طياره رئيس دوله تعرضت لقرصنه جويه. وثانيا هذه الفعله كتعارض مع التقاليد المغربيه. لا 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 اسمح لي. وذكر الحسن الثاني سميت واحد من الشهود اللي حضروا هذا الحوار بينه وبين أوفقير. هذه مجموعة من الحقائق اللي كتبين حقيقة الراجل، حقيقة أوفقير اللي تربطات سميتو باختطاف المهدي بن بركة، وحقيقة كيفاش كان كيفكر محمد أوفقير. الحسن الثاني معرف أوفقير مزيان حتى من بعد ما دار محاولة الانقلاب الأولى هو والمذبوح وعبابو عام 1971، ومحاولة الانقلاب الثانية هو وكويرة وأمقران وآخرون في عام 1972. شحال من واحد مشى لعند الحسن الثاني ونبهه وحاول يقنعه باش يحضي راسو من أوفقير. شحال ديال الرسائل وشحال ديال المعلومات اللي جاتو على أوفقير. شحال من واحد قال ليه أن أوفقير كيوجد شي حاجة سرية ضدك. وهكاك الحسن الثاني الراحل ما تيق ولا واحد من هاد الناس، وما تاق في حتى معلومة من المعلومات اللي وصلاته. كيحكي الراحل عبد الهادي بوطالب الأستاذ ديال الحسن الثاني والمستشار ديالو من بعد. عبد الهادي بوطالب اللي تقلد بزاف ديال الحقائب وزاريه بزاف ديال الحكومات ودار رئيس مجلس النواب. في واحد النهار قال للحسن الثاني باغيك راسا لراس، ولكن الراحل الحسن الثاني ما كانش مسالي، خصوصا ان عبد الهادي بوطالب كان باغيه لاكثر من ساعه ولا جوج سوايع. من بعد صيفطوا الحسن الثاني جا للقصر باش يقول ليه داكشي اللي باغي يقوله. فاش وصل وبغاو يهضروا داه الحسن الثاني جنب لابيسين، جنب المسبح، خوفا من ان أوفقير يكون داير اجهزه تصنت في القصر. فاش جلسوا وبغى عبد الهادي بوطالب يبدا يهضر جا السرباي. وفي ديك اللحظه لاحظ الحسن الثاني ان بوطالب سكت وبقى يتسنى السرباي حتى يمشي. قال ليه الحسن الثاني غير هضر في خاطرك، هذا راه سرباي فرنساوي وما كيعرفش العربيه. ديك الساعه قال ليه عبد الهادي بوطالب مولاي واش كتثيق في أوفقير؟ تعجب الحسن الثاني من هذا السؤال وقال ليه كيفاش واش كنثيق في أوفقير؟ قال له بوطالب جاوبني مولاي واش كتثيق في أوفقير؟ جاوبوا الحسن الثاني معلوم كنثيق فيه. رد عليه عبد الهادي بوطالب ما خاصكش تثيق فيه، ما تثيقش حتى في حوايجك اللي لابس. وهو يقول ليه الحسن الثاني كيفاش ما نثيقش فيه؟ اش كتقول؟ داك النهار من بعد محاولة انقلاب في الصخيرات جات مراته للقصر وبدات تغوت وتمرضغ وتبكي. ما قدرش عبد الهادي بوطالب يعاود ليه الحوار اللي دار بينه وبين أوفقير مباشرة من بعد الرجوع من الجزائر. كيعاود عبد الهادي بوطالب أن الملك الراحل الحسن الثاني كان في زيارة للجزائر تلاقى فيها بالهواري بومدين. في الاجتماع الحسن الثاني اختار 3 ديال الشخصيات اللي حضروا معاه باستثناء عبد الهادي بوطالب، واخا كان هو وزير الخارجية في ذاك الوقت. وفي المقابل اختار بومدين 3 الشخصيات ديالو حضروا معاه الاجتماع. كان واحد منهم وزير الخارجية عبد العزيز بوتفليقة في ديك الفترة. بطبيعة الحال عبد الهادي بوطالب تقلق بزاف، غضب بزاف،
وفسل الاجتماع وبغاو يكتبوا البيان الختامي ديال القمة اللي جمعات بين الحسن الثاني والهواري بومدين ثاني رئيس للجزائر من بعد الاستقلال سنة 1962. فاش بغاو يكتبوا البيان الختامي عيط شي واحد من الوفد المغربي لعبد الهادي بوطالب وزير الخارجية. في الأول اعترض بوطالب وقال كيفاش أنا ما حضرش للاجتماع وبغيني نشارك في كتابة البيان الختامي، ولكن من بعد قنعوه باش يريح مع بوتفليقة ويكتبوا البيان. كان عبد العزيز بوتفليقة هو اللي كيفتي داكشي اللي كيتكتب في البيان. تعجب عبد الهادي بوطالب وسول واحد من هادوك اللي حضروا الاجتماع مع الحسن الثاني واش هادشي هو اللي اتفق عليه سيدنا مع بومدين. جاوبوا براسو. فهم بوطالب ان داكشي هو اللي تفاهموا عليه القاده بجوج. ديك الساعه وقف انتفض وقال لهم ما يمكنش نوافق على هادشي ضد المصالح ديال المغرب. غضب وغادر القاعه. ركب الحسن الثاني على طيارته ومشى رفقة الوفد المغربي اللي جمعاه باستثناء عبد الهادي بوطالب. ولكن أفقير جا لعندو وقال ليه غتمشي معايا في الطياره ديالي. قبل ما تحط الطياره قال أفقير لعبد الهادي بوطالب وجد الغدا بين ما مشيت للدار بدلت عليا ونجي نتغدى معاك. فعلا وجد عبد الهادي بوطالب الغدا في دارو وتسناه الدجاجة. كيحكي بوطالب انه بمجرد ما وصل أفقير جابوا ليه قرعه ديال الويسكي، لانه عارف ان أفقير ما يقدرش يجلس بلا ما يشرب. من بعد ما ضرب كويسات ديال الويسكي بدا أفقير كيهضر في الحسن الثاني كينتقدو مزيان. ولاول مره بوطالب كيسمع ديك الهضره وخلاصه ما قال لي ان الحسن الثاني ولا دايها غير في راسو ما بقاش دايها في البلاد. دار فيه بوطالب وقال ليه علاش ما نمشيوش لعند الملك للقصر، نمشي انا وانت ونشوفوا اللي يمشي معنا من الناس اللي كيسمع لهم ونقولوا ليه هذا الشيء كامل. دار فيه أفقير وقال ليه وياك وبالفرنساويه قال ليه ما عمرك دير يدك فم الديب راه ياكلها لك. قال ليه هذا الشيء بالفرنساويه. وزاد أفقير قال ليه واحد العباره هي اللي دوخت عبد الهادي بوطالب وتلفاته وخلاته ما عارف ما يقول. قال ليه البلاد محتاجه ليك يا سي بوطالب عما قريب، البلاد محتاجه ليك عما قريب. في ديك اللحظه بدا عبد الهادي بوطالب كيترعد، خاف وقف ومشى لعند موالين الدار قال لهم سربيو الغدا سربيو. كان خاصو فوكاش كيتغدى أفقير ويمشي بحاله. ما داهش نعاس ديك الليله، بات كيحل ويفك كيفاش البلاد محتاجه ليا عما قريب ما فهم والو وما عرف ما يدير، واش يمشي يقولها للملك ولا لا. وفي النهايه فاش ريح مع الملك ما قدرش يقولها ليه، ما قدرش يعاود ليه داكشي اللي طرا بينه وبين الجنرال أفقير. ولكن قبل ما يطرح عليه سؤال واش كتثيق في أفقير قال ليه وعدني يا مولاي انه اذا وقعت لي شي حاجه طرها لي ولادي وتهلا فيهم. الى اللقاء مع حكايه جديده قادمه.